السلام عليكم. مش هتصدقوا اللي حصل معايا في الاوردر ده. كان في عميله طلبت مني اوردر واتفقت معايا على كل التفاصيل وبدات فعلا اجهزه، وبعدين فجاه اختفت، لا رسائل ولا رد ولا اي حاجه. وانا بصراحه افتكرت انها صرفت نظر خلاص، خصوصا ان الشغل عندي بيتعمل يدوي وبياخد وقت ومجهود. وفجاه وانا قاعده لقيت الفلوس اتحولت لي على المحفظه. استغربت جدا وقلت اكيد في حاجه غلط. رحت مكلمه الرقم ده، قالت لي بكل بساطه لا انا لسه عايزه الاوردر. وطبعا انا كنت بعت اللي انا كنت مجهزاه قبل كده. فبدات اشتغل من اول وجديد، جهزت الخامه وصبيت الشغل وسبت كل قطعه تنشف براحتها عشان تطلع مظبوطه. وبعدين جه الجزء اللي بحبه جدا، اختيار الالوان. هي طبعا كانت طالبه مني اصفر وازرق وبرتقالي، كل لون جهزته بحرص عشان يطلع هادي كده. وطبعا ما تنسوش ان احنا عندنا الوان قابله للاكل وبتتعمل منها بالطلب مخصوص حسب الالوان اللي كل عميله بتحبها. وبعد ما خلصت بدات اغلف الاوردر. طبعا لازم التغليف يبقى مرتب وكيوت عشان بحب اي حد يفتح البوكس يحس انه مستني هديه مش اوردر بس يعني. وكمان عملت لها اسم البنوته بالحروف هديه صغيره كان اسمها ليلى، لان اي اوردر عندي لازم ان يطلع معاه حاجه مميزه كده تفرح صاحبته. بحب احسسكم ان كل بوكس معمول مخصوص ليكم مش شغل وخلاص. اكتر حاجه بتفرحني لما حد يثق في شغلي ويرجع يطلب تاني.